السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد، يا رب كده يعجبكم. وتعالوا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه النهاردة. فطارنا معايا كده زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو، معايا كوبايتين من الفريك متنقيين كويس جدا ومغسولين، ونقعتهم كده بتاع نص ساعة في المية بس. واللي انتوا شايفينها ديت معايا اوراق مخليه اللي هي الحمام الكذاب. ومعايا بقى بتاع ايه في الطبق ده، بتاع 4 قوانص كده و2 كبدتين بس. يلا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. معايا حله كده نزلت فيها بحتتين زبده، هسيبهم يسيحوا كده في قلب الحله. وبعد كده بقى ايه هنزل عليهم بالكبد والقوانص بتاعتي. غدانا النهارده بقى ما شاء الله عليه سهل وبسيط، وبصي بسرعه كده تعمليه. هتخش المطبخ الساعة بتاع 4 كده على طول هتعمليه. ماشي، نزلت بقى بالقوانص كده الأول معايا عشان ايه بتاخد شوية عن الكبد بتستوي بسرعة. وبعد كده بقى ايه شوحت القوانص شوية، وبعد كده هنزل بايه بالكبدتين بتاعتي اللي هم ايه معايا بس. هسيبهم يتشوحوا كده شوية ببعضيهم. ومعايا هنا بصلة متخرطة، بصلة واحدة بس صغيرة متخرطة، هنزل بيها ايه بعد ما الكبد والقوانص كده يتشوحوا شوية مع بعضيهم ويشربوا المية بتاعتهم. هنزل بالبصل بتاعتي. معايا هنا مكعب واحد مرق، مش عايزه تستغنى عنه وعايزه تحط بداله ملح مش مشكله، وحبه فلفل اسمر بس. هي دي التوابل بتاعتي بتاعت النهارده، مش هحط حاجه كتيره ولا الكلام ده. جبت هنا بقى الفريك بتاعي اللي هو نقعاه نص ساعه في ميه، وهبدا بقى انزل بيه على الكبد والقوانص بتاعتي. بعد ما البصله ايه يا دوبك كده البصله اتشوحت معاهم حبه صغيرين خالص، وهنزل بالكبد والقوانص بتاعتي. ياخدوا بقى عايزاه كله بقى ياخدوا هم من طعم الفريك بتاعي، ياخد من طعم الكبد والقوانص والكبد والقوانص تاخد من طعم الفريك. عايزه الاتنين ينزلوا الميه بتاعتهم ويشربوها بس. هما كده شربت الميه بتاعتها، هفضل اشوح كده فيهم شويه. وحطيت لهم نزلت عليهم بنص كوبايه ميه، وهسيبهم بقى كده يستووا ايه مش سوا كامل، يعني نص سوا كده. هنزل هنا بقى بحبه فلفل ايه يعني يا دوبك وحدتين كده فلفل الوان، على ايه وحدتين فلفل اخضر مش كتير، يعني نص قرن من دول ونص قرن من دول. وهبشر كده بقى ايه جزرايه. الفلفل الالوان هنا والجزر مع الفريك هتخلي طعمه بقى مسكر. الجزر عامه يعني في اي حاجه بيخلي الاكل طعمه مسكر، والفلفل الالوان كمان. كان الفريك كده والله حاجه كده اللهم بارك، يعني كان عايز يتاكل كده من قبل ما يتحشي في قلب الوراك المخليه. وريحته كانت ما شاء الله عليه بقى. جبت هنا طبق وخدت فيه ايه حبه صغيرين كده على قد اللي انا هحشيهم، عشان ايه ما بهدلهمش كلهم وايه ويتبقى منهم يعني حاجه ولا حاجه، لان ايه لو اتبقى حاجه هسويها. فخدت حبه في الطبق كده، قلت عشان ايه ما بهدلهوش كله بس. هبدا بقى ايه اجيب الورك بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وايه ودخل في الفريك كده بالكبد والقوانص. ادخل ايه من عند العظمه كده من تحت، ادخل فيه الكبد والفريك قصدي بالكبد والقوانص، ادخله كده من جوه بس. وهبدا بقى ايه احشيها زي ما انتم شايفين. هاجي بقى عشان الفها، بصوا تمسكيها كده تتكي عليها كده زي ايه زي الساندوتش، تلفيها كده على ايديك زي الساندوتش كده، عشان ايه الفريك ما يخرجش منها ولا اي حاجه، او الرز اللي انت هتحشيه بيها مش لازم فريك يعني. بس كده انا جبت اللي هي الايه الخله الصغيره دي، وايه وهبدا بقى ايه اقفلها كده بيها. انت مش عايزه تقفليها بالخله عادي، ممكن لو عندك خيط مثلا تقفليها بالخيط. لو عايزه مثلا اللي هو الاسترتش بتاع الاكل دوت تعمليه بيها برضو تعمليه. بس انا هنا قفلتها بالخله لاني مش هسويها في الشوربه، لا انا هدخلها الفرن واسويها في الفرن على طول. بعمل معاكم واحده تاني هي هتشوفوها. بصي كده حشيتها وتمسكيها زي السندوتش كده تبرميها كده بايدك عشان ايه مفيش حاجه تخرج منها. اوريكم دلوقتي معايا مفيش ما شاء الله حاجه في الطاجن بتاعي، لا الفريك ده نزل ولا الاوراق بتاعتي ديت فضت ولا اي حاجه. هتشوفوا كده ما شاء الله عليه حاجه كده اللهم بارك. بصوا اهي، اروح اعمل الباقي بقى كده وارجع لكم. يعني هنا كده خلصتهم، حشيت الاربعه اللي على قدنا. جبت بقيه الجزريه بقى اللي انا كنت بشرها معاكم في قلب الفريك.
حطيتها كده في الطاجن، وهاخد حبه بصل. البصل ده انا مقطعاه، وايه وده كده حبه فلفل اسمر، حبه فلفل اسمر وبس. وطماطميه برضو هحطها كده معاكم، وواحدتين برضو ايه من الفلفل اللي انا كنت برضو مقطعاه دوت برضو هحطه معاكم. عايزه اقول لكم بقى، حبه الخضره دول اللي انا حطيتهم بقى في قلب الطاجن، والله العظيم كان طعمهم مسكر. مش عايزه اقول لكم كان ايه، انا كلتهم كده اصلا، يعني انا كنت حطاهم على وش الطاجن من فوق، كلتهم كده. بس حطيتهم كده في قلب الطاجن، وهجيب بقى معايا معلقتين صلصه ونص كوبايه ميه، بس كده. هي كده كده عامه يعني الوراك هتنزل الميه اللي فيها بس، وحبه حبه ملح وسنه فلفل اسمر بس، وخلاص على كده. وقلبيهم في بعضهم، ودخليهم بقى الفرن على درجه حراره 180 بس. هدخلهم بقى الفرن بقى، وتعالوا بعد كده نشوف ايه هنعمل ايه. معايا هنا لفه من الجلاش، ومعايا زيتون مخلي، ومعايا بقيه الفلفل اللي احنا كنا مقطعينه، وبقيه البصل ايه اللي احنا كنا مقطعينه. هجيب كده صينيه. الصينيه دي مقاس بتاع ايه، بتاع 30 او 28. وهنزل فيهم كده هنزل في ارضيه الصينيه بمعلقه سمنه بلدي، وايه وزي ما انتم ما شفتوا كده هدهن بيها الصينيه كلها. معايا هنا في الطبق بتاعي ده علبه زبادي، معايا سنه لبن صغيره، ومعايا معلقتين سمنه بلدي، ومعايا بضايه وحبه فلفل اسمر وحبه ملح، وهربهم كده ببعضهم، وخلاص على كده. وديت ايه، ربع كيلو من اللحمه دوت اللي احنا كنا معصجينه مع بعضينا. اللحمه المفرومه الكيلو اللي احنا كنا معصجينها مع بعضينا دوت. العلبه اللي احنا كنا شايلينها بتاعت اللي هي كانت تحضيرات رمضان، طلعتها كده، ودي ما شاء الله عليها كانت جاهزه، نفعتني على طول. يعني ما عدتش بقى ان انا اعصج لحمه ولا الكلام ده. بس هجيب بقى ايه واحده من الجلاش واحطها في ارضيه الصينيه كده زي ما انتم ما شفتوا، واحده تانية قدامها، وهبدا بقى ايه الخليط اللي انا عملته ده هدهن بيه. طب انتي ليه عملتيها كده؟ مثلا ما قطعتيش مثلا الصينيه الجلاش على قد الصينيه ليه؟ لا، هيهدر معايا، والباقي دوت هحطه فين؟ فانا حبيت ان انا استفاد بالجلاش كله كده، وهوريكم دلوقتي هقفلها ايه ازاي. هحط الحشو بتاعي كده بعد ما اخلص اللي انا بعمله ده، هحط الحشو في النص كده بتاعي، وهبدا كده اقفل عليها زيها ايه زي يعني زي البيتزايه كده بمعنى اصح، تبقى كلها متقفله. اللحمه المفرومه ما تخرجش منها من بره ولا اي حاجه. بس زي ما انتم شايفين كده بحط واحده، وبجيب بقى ايه الخليط اللي انا عملته ده وبدهن بيه، وبدهن برضو الحروف بتاعته. عايزه اقول لكم الطريقه دي انا اللي حطيت في الاخر لا لبن ولا اي حاجه، يعني مش هتحتاجي ان انت تحطي لبن ولا اي حاجه. والزبادي هنا بيدي طراوه جامد، وخلت الجلاش معايا، صينيه الجلاش معايا، حته الجلاش معايا اصلا كانت ايه طريه كده من جوه ومقرمشه من بره، كانت جميله كده ما شاء الله عليها. هتشوفوا دلوقتي في الاخر الشكل كان طالع عامل ازاي. جبت بقى بقيه الفلفل بتاعي وايه ونزلت بيه، وحبه زيتون هنا بقى برضو نزلت بيهم كده ايه بعد ما حطيت اللحمه المفرومه بتاعتي. يا سلام بقى لو كان عندي بقى حبه جبنه، تحطي بقى حبه الجبنه في قلبهم كده، الجبنه بقى تسيح بقى كده، يا سلام. هجيب بقى اول واحده انا حطيتها، وهبدا بقى ايه اتنيها، وارش برضو ايه عليها ايه من الخليط بتاعي اللي هو الزبادي والمعلقه اللبن والبضايه والسمنه البلدي اللي انا حطيتهم وربيتهم مع بعضهم دول. بس كده قفلت عليها كلها. يعني انا بالظبط يعتبر حطيت في الصينيه كده من تحت بتاع 5 وحدات جلاش، ومعايا هنا اللي باقيين 4. هجيبهم بقى كده زي ما انتم ما شايفين، بصوا بحطها كده من فوق وادخلها ايه، اقفل بيها الصينيه من تحت، ارضيه الصينيه من تحت كده. وبرده احط على نفس النظام كده زي ما انتم ما شايفين الخليط بتاعي. اجيب واحده كمان واوريكم هنا، بصوا يعني انا عملت من الاتجاهين دول، هعمل من الاتجاهين التانيين كده نفس النظام. هدخلها كده هنزلها كده في ارضيه الطاجن بتاعي من تحت، الصينيه قصدي بتاعتي اهي، وانزل عليها بقى بحبه من الخليط ده على وشها. كمل معاكم تاني بقى وارجع لكم. هنا بقى خلصتهم كلهم كده، ونزلت ايه بالباقي على الوش. انا هنا والله ما حطيتش اي حاجه، يعني انا سبتها كده الصينيه ما حطيتش اي حاجه، لا حطيت لا لبن ولا اي حاجه تانية ان انت تشربي بيها الصينيه. قطعت هنا الصينيه بتاعتي زي المثلثات كده اهوت، ماشي. وهبدا بقى ايه، يعني احط الزيتون بتاعي
على وشها من فوق كده يدي شكل كده، زي يعني مثلا ايه، زي شكل البيتزايه بمعنى اصح كده يعني. بس كده. واجيب بقى الفلفل بتاعي والبصل اللي انتوا شايفينه ده كده وهنزل بيه. دخلتها الفرن برضو مع الوراك بتاعتي، وهنا الوراك بتاعتي كانت طلعت وخلصت بقى وخدت لون. شلت الورق الفويل من عليها وخليتها خدت لون كده على الشوايه. بصوا والله الخضار ده كان طعمه مسكر جميل. وحبه الفريك بقى اللي اتبقوا معايا سويتهم وحطيتهم على الحرف بتاع الطبق كده. وده بقى كان شكل اكلنا. احنا كده كده كان عندنا عصير اصلا من امبارح، كان عندي عصير برتقال باقي من امبارح وبلح اللي هو الخشاف اللي احنا كنا عاملينه مع بعضينا. وادي الصينيه بتاعت الجلاش طلعت معانا اهيت، وهو حبه شيبسي كده جنبهم. الحمد لله نعمه ورده من عند ربنا. هوريكم بقى دلوقتي وانا بقطع وانا بشيل حته الجلاش، هوريها لكم بقى دلوقتي عامله ازاي. كمان انا معرفتش اوريها لكم حلوه قوي لان هي كانت سخنه. بصوا من جوه طريه وجميله، ومن تحت ما شاء الله عليها بقى مقرمشه كده، من بره مقرمشه ومن فوق مقرمشه، ومن جوه بقى طريه وطعمها تحفه. لو وصلت لغايه هنا بقى ولسه بتتفرجي عليا، ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان كل ما انزل فيديو يجيلك باشعار. بحبكم في الله. اشوفكم في فيديو جديد كده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.